من جديد ليربط الماضي بالحاضر، وقد اشتاقوا لحاضر جميل هم اليوم يعيدون وأيضا يمنون النفس في أن يعانقوا مستقبلا زاهرا لفريق الجيش الملكي الذي كما قلت بوادر العودة للسكة الصحيحة لفريق الجيش اتضحت هذا الموسم، لا من عروضه القوية لا من ترتيبه لا كذلك في منافساته الإفريقية. آدم نفتي سيحاول لعب على الأطراف دائما، محاولة خطيرة جدا. هذه خطورة فريق الجيش الملكي، هذه هي خطورة فريق الجيش الملكي. إجمان حمزة يعني بثلاثة تمريرات إلى تابعنا بأنه كان الوصول لمربع عمليات ما مشاتش بعيد من أجل أن تكون الزيادة العددية. تعود الآن هجمة لصالح فريق الجيش الملكي والهدف. آدم نفتي يسجل الهدف الأول وفرحة وهستيريا لأنصار فريق الجيش الملكي بهذا الهدف. قلت بأنه ترك مساحة قليلة سيحدث بطبيعة الحال زيادة عددية للاعبي فريق الجيش الملكي. هناك لاعبين يجيدون التوغل، يجيدون كذلك استغلال المساحات. شاهدوا آدم نفتي، تابعوا الآن هذه المحاولة من خلال هذه اللحظات. إذا تابعوا الآن هذه هجمة خطيرة، تسديدة كانت خطيرة ومحاولة حقيقية من خلال هذه اللقطة الأخيرة. تابعوا من جانب فريق حسنية أكادير، ضغط كبير، ارجاع كرة للوراء، دائما البحث عن تسديد لكن تمر جانبا من خلال هذه المحاولة. الدخول من أمن بطبيعة الحال لأنها تبقى من بين الركائز في مثل هذه التظاهرات الرياضية. تابع الآن محاولة التوغل الفعل، كاينش هناك خطأ باتجاه ميري. محاولة حقيقية خطيرة لفريق حسنية أكادير وأيوب لكراد، لكن الحكم المساعد الأول لاكرداد يرفع راية. هذه كانت محاولة جميلة لفريق حسنية أكادير. سنتابع ميري انطلق وضف سرعته. شاهدوا ميري آخر الهجمات من جانب حسنية أكادير قبل صافرة الحكم. الجلل الجيد الذي يعلن عن نهاية هذه الجولة الأولى بتفوق فريق الجيش الملكي بوقع هدف لصفر. فريق الجيش الملكي كان يبحث على النتيجة، حقق النتيجة، لكن أكيد بأنه للجولة الثانية حديث آخر. مدرب فريق حسنية أكادير لديه ما يقوله للاعبيه. 3 نقاط تعني الشيء الكثير لفريق الجيش الملكي، لأنه ستضعه بطبيعة الحال دائما في موقف قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وهذا الأمر بطبيعة الحال يتوقف على إرادة اللاعبين، كذلك من أجل مواصلة مسار عصبة أو كأس الاتحاد الإفريقي بطبيعة الحال بشكل جيد. الخصم المنافس لفريق الجيش الملكي وتوليبا مالي، وبالتالي البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية. الجواني الحارس شمشاد غامر في هذه المحاولة، هناك تسلل من خلال هذه المحاولة الأخيرة. الحكم المساعد الأول رفع الراية معلنا عن تسلل
سنتابع هشام مجاهد. جميرة كان هناك حديث على تدخل حمزة القلعي. لأن جلال جيد الآن يتوجه، لأن هذه الإعادة، لأن هنا الآن سيتم الحكم على هذه اللقطة ليس من اللاعب الذي تسلم الكرة، وبالتالي لن يكون احتساب للتسلل، وبالتالي محاكمة هذه اللقطة انطلاقا من خلال هذا التدخل. إذن تدخل القلعي. إذن هذه اللقطة بتأني بالتالي سنتابع القرار بعد لحظات دائما. إذن جلال جيد يبدو بأنه أخذ القرار الآن. لأن لم يحتسب التدخل من أجل البحث عن حلول أمامية مهري. كرة عالية تابعوا الآن هذه محاولة وضربة جزاء. ضربة جزاء في حدود الدقيقة 66. إذن ضربة جزاء، متغير آخر في هذه المباراة. هذه كرة القدم. الأخضر أيوب يحصل على ضربة جزاء في توقيت جد مهم لحسنية أكادير ومفاجئ لفريق الجيش الملكي. نتابعوا، مفيد حاول أنه يتمكن من الكرة. صفير من أنصار الجيش، تسديدة قوية والهدف بقوة. ميري يسدد معلنا الهدف التعادل وسط صمت كبير هنا بمركب الأمير مولاي عبد الله. الحسنية تسجل، كانت قوية، كانت في اتجاه الحارس أيوب لكرادة، لكن كانت قوية هذه المحاولة من جانب فريق الجيش الملكي. كل لاعبي فريق الحسنية بدون استثناء. تابعوا الآن ضربة رأسية. هشام المجهد دخل في لحظة صعبة جدا، فرصة حقيقية للتسجيل، ضغط رهيب. سنتابع الإعادة في هذه لحظة التوقف بسرعة. آدم نفتي أم رضا سليم. إذن رضا سليم يسدد وتدخل قوي ومحاولة هيستيريا بملعب الأمير. اللحظات الأخيرة من الوقت البدل الدقائق، وفرحة لا توصف لأنصار فريق الجيش الملكي، لأنه اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. ودائما نتابع تسديدة، تدخل هشام المجهد،
كنادو ضربة مرمى، وفي اللحظات ينهي الحكم جل جيد هذه النزال.